هل ممكن نستخدم مادة بسيطة زي اليود في علاج السرطان؟ إجابتي هي أيوة، وبفاعلية شديدة جدا. العلاج باليود المشع هو نوع من أنواع العلاج الإشعاعي الداخلي، بنستخدم فيه مادة اسمها أيودين 131، وده نوع مشع من اليود بيستخدم عن طريق الفم سواء كبسولة أو محلول. السر هنا إن الغدة الدرقية هي العضو الوحيد في الجسم اللي بيمتص اليود، وبالتالي لما بيوصل لها اليود المشع بيطلق إشعاعات بتقضي على الخلايا سواء كانت سرطانية أو نشطة زيادة عن اللزوم. طيب بنستخدمه إمتى؟ أول وأشهر حاجة هو سرطان الغدة الدرقية، خصوصا الأنواع المنتشرة في الغدة الدرقية زي نوع اسمه الورم الحليمي أو بابيلاري ثايرويد كارسينوم. كمان بيستخدم في نوع اسمه فرط نشاط الغدة زي مرض جريفز أو التضخم السام، ومش لازم الجراحة تكون كفاية. عشان كده بنستخدم اليود المشع بعد إزالة الغدة الدرقية عشان نضمن إن مفيش خلايا سرطانية باقية في الجسم. نسب النجاح نقدر نقول إن هي مبشرة جدا. العلاج دون بيقضي على الخلايا السرطانية ومن غير ما يأذي باقي الجسم، وده لأن الخلايا التانية في الجسم ما بتمتصش اليود أصلا. طرق العلاج للأورام كتير، وبفضل الله كلهم متوفرين عندنا في مركز الدقي.